الله الرحمن الرحيم. بداية نقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كل سنة وانتم طيبين. بهني طلبة الثانوية العامة بنهاية العام الدراسي 2016 بداية الأجازة، وإن شاء الله ربنا يوفقهم ويحصلوا على الدرجات زي ما عودنا الطلبة بتوعنا كل سنة، إن إحنا بعد نهاية كل امتحان بنعرض أسئلة الامتحان ونقول لهم الإجابة النموذجية عشان يستفيدوا ويعرفوا حصاد مجهودهم طول العام. لما نبدأ بامتحان 2016 بنقول السؤال الأولاني واللي اختار الإجابة الصحيحة رقم ألف، 3 فقرات، واللي تكررت فكرة احتلال فرنسا لمصر للمرة الثالثة في عهد حكم. طبعا الإجابة هتكون لويس 16. السؤال الثاني، خرج الاستعمار الفرنسي من البلاد العربية الأفريقية عام 77 من دولة هي جيبوتي. السؤال الثالث، أصبحت الحياة السياسية في مصر بعد قيام الأحزاب عام 1977 حكرا عن الحزب. الإجابة هتكون الحزب الوطني. الفقرة رقم ب بيقول لي سؤال ما العلاقة بين كل من الكشوف الجغرافية وأوضاع مصر الاقتصادية. طبعا السؤال ده محتاج فكر شوية، وده بيخلينا الحمد لله نميز الطلبة بتوعنا والمجهود اللي احنا عملناه طول السنة، ويبعدنا تماما عن الناس اللي هي غير متخصصة والناس الهواة واللي هم بيحاولوا يخشوا في المهنة كده زي أي مهنة تانية بتكون فيها دخلاء على المهنة. دي محتاجة الطالب المتميز اللي هو عمل مجهود، والمدرس المتخصص اللي هو بنقول عليه مدرس. سؤال بسيط جدا وعرضناه للطلبة بتوعنا طول السنة. بيقول لي رقم 1، الكشوف الجغرافية وأوضاع مصر الاقتصادية. إيه العلاقة بينهم؟ العلاقة بينهم بتتكلم عن اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح اللي غير اتجاه التجارة بين الشرق والغرب. السؤال الثاني بيقول لي العلاقة بين قيام الحرب العالمية الأولى 1914 1918 والوضع السياسي في مصر. العلاقة بينهم إن إنجلترا أعلنت الحماية البريطانية على مصر، إنجلترا ألغت تبعية مصر للدولة العثمانية، استبدت بالشعب المصري، جندت المصريين في الصفوف الخلفية، صدرت الحبوب والأقطان والمواشي، رفعت أسعار الوقود والحبوب والمنسوجات دون رفع أجور العمال المصريين، أعلنت إنجلترا الأحكام العرفية. الفقرة رقم ج بيقول لي تعددت النظم السياسية في البلاد العربية منذ الحرب العالمية الأولى مما أدى إلى التباعد بين العرب في دول. العبارة وضح عيوب النظام السياسي في مصر في عهد محمد علي. رقم 1، بعمل نقد الحكم محمد علي الذي لم يكن نيابيا دستوريا عن الشعب، وبقول ان نظام الحكم اللي اتبعه محمد علي ساعده في بناء دولته للدوله الحديثه، ساعده في تطبيق سياسه الاحتكار، الى جانب ان النظام ده كان سمه الحكم في كل انحاء العالم ما عدا دولتين انجلترا وفرنسا. السؤال رقم 2 بيقول اصطدام الخديوي وعباس حلمي الثاني مع الانجليز في بدايه حكمه. طبعا عباس حلمي في بدايه حكمه اراد ان يحكم مصر بعيدا عن سلطه اللورد كرومر، حب يعمل لنفسه تاريخ، حب يتقال عنه ان هو كان بيميل للحركه الوطنيه. عمل ايه عباس حلمي؟ اصطدم بالانجليز في بدايه حكمه. ازاي؟ قام بعزل وزاره مواليه للانجليز بقياده مصطفى فهمي، وشكل وزاره وطنيه بقياده حسين فخري. اعترض اللورد كرومر وطلب منه تصحيح الموقف وحفاظا على ماء وجه الخديوي. اقنعت الحكومه المصريه حسين فخري بتقديم الاستقاله، وتقدمت فعلا استقاله حسين فخري، وتعين رياض المعروف دائما بيميلوا للانجليز. ومن ساعتها عرف عباس حلمي مقداره وحجمه في مصر ولم يحتك باللورد كرومر حتى تم رحيل كرومر نهائيا عن مصر سنه 1907. السؤال الثالث بيقول لي ما رايك في تحقيق ثوره يوليو 52 للعداله الاجتماعيه؟ ثوره يوليو حققت العداله الاجتماعيه ازاي؟ جعلت التعليم بالمجان في جميع المراحل وخاصه الجامعي، حددت ساعات العمل في المصانع 7 ساعات، جعلت المرأة حق الترشيح في الانتخابات وده ما كانش موجود قبل كده، ترشيح نفسها او ان هي ترشح الغير. الى جانب اصبح العامل من حقه يكون عضو داخل مجالس ادارات الشركات والمصانع وان يكون له نسبة من الارباح السنوية. الى جانب بقى اصدرت الثورة قوانين التأمينات والمعاشات والتعويضات وده ما كانش موجود قبل ثورة 23 يوليو. وكده خلصنا السؤال الاول اللي كان بيكون من 3 فقرات. الف اختار، 2 لا ب ما العلاقة، ج اللي هو وضح في ضوء العبارة. السؤال الثاني بيقول لي حدد أي العبارات التالية صحيحة وأيها خطأ مع ذكر السبب في الحالتين. السؤال الأولاني بيقول لي تولى العنصر التركي كل الوظائف في عهد محمد علي. طبعا إجابة خطأ، مش كل الوظائف، هم تولوا جميع الوظائف ما عدا إيه؟ الوظائف الإدارية والمالية في القرى، زي مثلا العمدة، شيخ البلد اللي بنقول عليه شيخ الناحية يعني، والصراف. دي وظائف إدارية ومالية اقتصرت على المصريين. ما دون ذلك كانت جميع الوظائف يد الأطراف، فما اقدرش اقول على السؤال ده صح فبقول عليه خطأ. تولوا جميع الوظائف ما عدا الوظائف الإدارية والمالية زي عمدة، شيخ الناحية أو البلد، والصراف. السؤال الثاني بيقول استولى المرابين الأجانب والبنوك على الأراضي المصرية وفاء للديون في عهد الاحتلال.
الإجابة صحيحة، وده من خلال معرفة باسم البيوع الجبرية أو الوفائية، حيث وقع صغار وكبار ملاك الأراضي الزراعية في قبضة البنوك. إزاي؟ خدوا القروض ما قدروش يسددوا، وبدأت أراضيهم تنتقل إلى الأجانب من خلال هذه البنوك. ولما أدركت الحكومة المصرية خطورة الموقف أصدرت قانون الأبدنة الخمس. القانون ده كان في بداية الثلاثينيات. بيقول إيه القانون ده؟ إن أقل ملكية للفرد في مصر 5 أبدنة على الأقل. السؤال الثالث بيقول لي نجح مساق جامعة الدول العربية في تنفيذ كثير من قراراتها. طبعا الإجابة خطأ، لأن الجامعة من سلبياتها إن كان القرار يؤخذ بالإجماع وليس بالأغلبية، وده كان أول الضعف في الميثاق. السؤال رقم ب بيقول لي ماذا يحدث إذا رفض الملك فاروق الإنذار الإنجليزي في 4 فبراير 42؟ طبعا لو كان رفض كان هيعزل، لأن هم حددوا له إما تعزل حسين سري وتجيب مكانه مصطفى النحاس، واما تعزل انت شخصيا من الحكم. وانا قلت للطلبه بتوعي ان انا دايما ببدا السؤال ماذا يحدث اذا بكان يحتمل ان، يبقى كان يحتمل ان يعزل الملك في حاله عدم سماع كلام الانجليز. السؤال الثاني نفذت الدول العربيه معاهده الدفاع المشترك عام 1000. لو كان حصل طبعا لتحول الحلم الى الحقيقه واصبحنا اكبر قوه في العالم، كان يبقى في جيش مشترك، سلاح مشترك، كنا اكبر قوه، ما كانش في اي دوله في العالم هتقدر تقف قدام العرب. وكده خلصت الورقه الاولى. بندخل بعد كده على الورقه الثانيه بنتكلم فيها عن بقيه السؤال. باقي السؤال الثاني، السؤال رقم ج بيقول لي حاولت الحركه الوطنيه في مصر والبلاد العربيه الحصول على الاستقلال من خلال الثورات. ترى المفاوضات 3 اخرى بدول العباره وضح. 1. اتخذ الصراع بين انجلترا وفرنسا بعدا جديدا بعد قيام الثوره الفرنسيه. ايه البعد الجديد؟ طبعا اراد نابليون ان يضرب انجلترا في مكان اخر بعيد عن مستعمراتها او بعيد عن الصراع في اوروبا، وده كان بعد قيام الثوره الفرنسيه اللي ندت باسقاط الملكيه واعلان الجمهوريه وبدا الثوره الحريه والاخاء والمساواه. طبعا المبادئ دي ازعجت الدول الاوروبيه، تحالفت الدول الاوروبيه كلها مع انجلترا للقضاء على الثوره الفرنسيه، ونجح نابليون في الانتصار عليهم جميعا ما عدا انجلترا لموقعها الجغرافي المتميز وقوه اسطولها البحري. ولما فشل نابليون في الانتصار على انجلترا في عقر دارها اراد ضربها في مواقع اخرى. ده بقى الصراع الجديد اللي بنتكلم عنه باحتلال مصر لقطع الطريق بينها وبين اكبر مستعمراتها في الهند. السؤال الثاني بيقول لي اثر دستور 23 على الحياه الليبراليه في مصر. هنا عاوز منك عيوب الدستور. اثر على الحياه الليبراليه في ايه؟ طبعا الدستور اعطى للملك سلطات واسعه، وده له حق في عزل وزاره وحل برلمان، كما اعطى للملك صلاحيات لم تكن لديه من قبل، كما احتوى الدستور على نصوص متعارضه زي الماده رقم 23 من الدستور اللي بتقول ان الامه هي مصدر جميع السلطات وليس الحاكم. السؤال الثالث بيقول لي اسباب عقد مؤتمر الجزيره 1878. طبعا هو في خطا هنا في التاريخ وده وارد، يعني ممكن هو 1906 مؤتمر الجزيره، ما اعرفش ازاي امتحان ثانويه عامه يجي خطا في التاريخ. عقد مؤتمر الجزيره سبب انعقاده طبعا غضب ويليام الثاني قيصر المانيا لعدم عمل حساب بلاده في الوفاقات الوديه اللي كانت بين فرنسا وبين الدول الاوروبيه، الى جانب ان انجلترا رفضت بعض مشروعات السكك الحديديه اللي كانت بيقيمها في اراضي الوطن العربي زي مشروع سكه حديد برلين طابا وبرلين غازما في الكويت، وعشان كده بيعقد مؤتمر الجزيره لبحث المساله المراكشيه. يعني معنى كده هو عاوز منك ظروف عقد مؤتمر الجزيره. السؤال الثالث بيقول قارن في جدول بين كل مواقف محمد علي في مصر والشريف حسين في الحجاز من الدوله العثمانيه موضحه. وجه الشبه في مواقف الدوله الاوروبيه. وجه الشبه ان الاثنين سواء محمد علي او الشريف حسين يريدوا الانفصال عن الدوله العثمانيه. اما موقف الدول الاوروبيه تصدت لمحمد علي واجبروه على قبول معاهده لندن 1840. اما بالنسبه للشريف حسين رفضت انجلترا طموحاته فان يكون ملكا على العرب وسلطانا على المسلمين بحجه ان هناك معاهدات بينه وبين الدول اللي هو عاوز يكون ملك وسلطان عليها، الى جانب ان هم اتفقوا في اتفاقيه سريه على عقد معاهده سميت سايكس بيكو قسموا اراضي الشام والعراق فيما بينهم. فرنسا تاخد جنوب الاناضول، قطنه والاسكندرونه، سوريا ولبنان حتى شمال العراق بما فيها مدينه الموصل، وانجلترا تاخد العراق من ولايه البصره حتى بغداد، ومعها جنوب الشام حتى حدود سيناء الشرقيه بمنزله حيفا وعكا. فلسطين نظام دولي والصحراء مناصفه بين انجلترا وفرنسا. السؤال رقم ب بيقول لي ما رايك فيما يلي؟ سياسه الاحتكار اتبعها محمد علي. الاحتكار طبعا الدوله الممثله في شخص محمد علي هي اللي بتقوم بتحديد نوع الغلات التي تزرع او نوع المنتجات التي تصنع وتحديد اثمان شرائها واثمان بيعها في الاسواق. هدفه بناء القوه الذاتيه لمصر، غلق اسواق مصر امام المنتجات الاجنبيه، تحقيق مكاسب وارباح كبيره لنظام الاحتكار، ومنافسه المنتجات المصريه للمنتجات الاجنبيه في الاسواق العالميه. السؤال الثاني في ما رايك بيقول لي موقف هيئه الامم المتحده من العدوان الثلاثي على مصر.
طبعا رفضت الامم المتحده العدوان الى جانب رفض كل من الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي وضغطهم على الدول المعتديه بضروره الانسحاب، ده ساعد على خروج العدوان الثلاثي. السؤال رقم ج بيقول لي ما النتائج المترتبه على توسعات محمد علي في السودان؟ توسعاته في السودان طبعا نتج عنها ايه؟ ده انشا مدن جديده زي الخرطوم وكسلة وفمك التي تقع على النيل الازرق. ده ادخل نباتات جديده زي القمح والخضروات والفاكهه. ده ساعد ذلك على تقسيم السودان على نفس النظام الاداري الذي كانت تقسم فيه مصر. يعني توسعاته افادت السودان من الناحيه الاداريه. طب 2 الصفقات الاستعماريه في احتلال ليبيا نتج عنها ايه؟ نتج عنها اللي هنتكلم عن الخطوه الاولى من خطوات ايطاليا لاحتلال ليبيا. خدت موافقه كل من انجلترا واسبانيا، خدت موافقه فرنسا في الوفاق الودي 1902، خدت موافقه روسيا ان روسيا تسيطر على مضايق تركيا بشرط الا تعترض على وجود ايطاليا في ليبيا. السؤال الثالث ما نتائج تخلي مصر عن دورها في التخطيط الزراعي في اطار سياسه الخصخصه؟ ده طبعا هتجعل الفلاح يزرع المحاصيل اللي تكلفتها اقل، الى جانب ادى ذلك الى زياده التضخم في السوق المصري، وده هينتج عنه عدم التوازن بين العرض والطلب، ويؤدي كمان الى ان حاجه مصر مثلا من بعض المحاصيل زي القمح اصبحت لا تكفي اكتر من. السؤال الرابع الف بما تفسر بيقول لي رقم 1 اتساع شبكه النقل والمواصلات في ظل سقوط الاحتكار. هنا عاوز مني مجهودات الدوله في ظل سقوط الاحتكار في النقل والمواصلات. اول حاجه انشاء خط سكه حديد يربط القاهره بالاسكندريه والقاهره بالسويس، التوسع في انشاء شبكات البرق والبريد، وانشاء شركتين للملاحه، واحده نيليه وواحده بحريه، وكمان تمهيد الطرق البريه. السؤال الثاني بيقول لي تعاظم دور ملاك الاراضي الزراعيه في مصر في عهد الخديوي توفيق. في عهد توفيق في دورين للاعيان، اول حاجه مشاركتهم في الحركه الوطنيه كعنصر من العناصر التي حملت لها المعارضه، ثاني حاجه تذمرهم يعني غضبهم من تعرضهم للظلم بسبب الغاء قانون المقابله اللي ادى لاستقرار اوضاع الملكيه الزراعيه مما جعلهم يشاركون في الحركه الوطنيه. السؤال الثالث بيقول لي بما تفسر عقد مؤتمر برلين، عاوز منك ظروف عقد مؤتمر برلين 1878. طبعا كان في حرب بين روسيا والدوله العثمانيه، وهزمت روسيا في الحرب، هزمت روسيا في الحرب الدوله العثمانيه وفرضت عليها معاهده اسمها سان ستيفانو عام 1878. بمقتضاها تم انشاء دوله جديده سميت بدوله بلغاريا، ودي اصبحت مخلب القبط لروسيا ضد الدوله العثمانيه. وكادت ان تنشب حرب اوروبيه لولا تدخل بسمارك مستشار المانيا اللي دعا الدول الاوروبيه كلها لحضور مؤتمر في برلين. هدف المؤتمر هو بحث المشكله وحلها، ودي كانت بدايه ظهور مؤتمر برلين اللي من خلاله هتحصل فرنسا على احتلالها لجزء كبير من الوطن العربي في شمال افريقيا. عندنا السؤال الثالث، بذلت السؤال رقم ب، بذلت مصر جهود من اجل انهاء الصراع العربي الاسرائيلي وبناء السلام في ضوء هذه العباره. وضح اسباب اتخاذ مصر قرار حرب اكتوبر. هم نقطتين بالظبط. اول حاجه فشل كل الجهود السلميه لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي. ثاني حاجه التعنت يعني اصرار اسرائيل على التمسك بالاراضي التي احتلتها في عدوان 67. السؤال رقم ج وليدلل على صحه العبارتين الاتيتين. كان فرمان اغسطس 1879 يقيد سلطات وزير الخديوي توفيق في مصر. اول حاجه ان الفرمان بينص على ابلاغ السلطان بكل المعاهدات التي تم مصر عقدها لا يزيد عدد الجيش عن 18000 جندي في وقت السلم، وعدم عقد قروض جديده الا لتسويه ديون القائمه وعلم الدول الدائنه. موقف انجلترا وفرنسا اعترضوا طبعا ليس حبا على توفيق، ولكن حتى لا يزيد نفوذ السلطان عن نفوذ توفيق وده عطل مشروعاتهم في مصر. السؤال الثاني والاخير، تعرضت اسرائيل لمفاجاه استراتيجيه. عاوز منك هنا عنصر المفاجاه. عنصر المفاجاه اللي جعل الشعب الاسرائيلي يفقد الثقه في جيشه وجهاز مخابراته، اللي جعل الاسرائيليين ينسحبوا من مواقعهم الاماميه على الجبهه المصريه والجبهه السوريه، اللي ادهش العالم كله من القدره الفائقه للمخابرات المصريه في خداع كل المخابرات الاسرائيليه والامريكيه رغم ما لديها من وسائل استطلاع متطوره. واخيرا بتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله، الحصول على اعلى الدرجات. ربنا يكلل جهودنا كلنا بالنجاح. بذلنا مجهود كبير وان شاء الله هتكون الخاتمه خير.